في ناس لما تيجي تشوف البني ادمين ماشيين في الشارع يقول لك ايه، الراجل ده محترم والدنيا ميسره معاه وظابط بيته وما عندوش مشاكل ولا قرف، زي ما احنا عندنا برضك مشاكل ولا قرف والكلام ده. بس صدقوني والله يا جماعه، اللي انت تشوفه في الشارع حاجه ولما تعاشره وتخش بيته حاجه تانية خالص. عشان ما تجيش تقول هو ما عندوش مشاكل، لا والله العظيم مش هقول لك كل الناس، لا بعض الناس او 3/4 الناس عندهم مشاكل. مش لازم يبين لك اللي هو بره يقول لك قاعد زعلان يبقى عنده مشاكل، لا، ولازم يبين لك انت ايه عنده، انت مين عنده عشان يبين لك اللي هو زعلان ولا مش زعلان. لا، في كل بيت في مصر او في الدول العربيه كلها في مشاكل، بعضها في مشاكل. مش لازم يحسسك اللي هو عنده مشاكل، لا مش هتفرق معاه انت ولا غيره ولا اي حاجه. يعني المشاكل دي بتبقى من جوه البيت وجوه الشخصيه ذات نفسها. ما ممكن يبقى عنده مشاكل في البيت ويضحك معاك ويهزر معاك عادي والدنيا لذيذه معاه، لكن مش شرط اللي هو باين لك يعني مشاكله، باين لك اللي هو زعلان مع مراته ولا مع عياله ولا مع الجن الازرق. لا عشان بس في ناس تقول لي الدنيا حلوه ولذيذه، الراجل ده مبسوط مع عياله واهله وكل حاجه، انا عندي مشاكل وقرف ونيله. لا والله العظيم زي ما بقول لك كده، انا ذات نفسي يعني اللي بيديكوا نصيحه ذات نفسه عنده مشاكل. فاهمين انتوا الكلام؟ يعني امال بقى الناس اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول ما عندهمش مشاكل؟ حتى اللي معاه فلوس معاه مشاكل، صدقوا انتوا دي والله العظيم بقول لك كده. يعني اللي معاه فلوس ذات نفسه عنده مشاكل. شوفوا انتوا دي، هو انتوا مفكرين كده الفلوس اللي معاه فلوس ما عندوش مشاكل؟ لا، عنده مشاكل. الغني عنده مشاكل. كل حاجه في الدنيا كل واحد عنده مشاكله. يعني ما مش مشاكل قرف مع مراته ولا مع عياله، لا، ممكن مع الشركات التانية، مع الاستثمارات، مع البيزنس، حاجات كتير قوي. احلى مسا عليكم، فهموا بس الكلام.